وإذا سبوا الساروت يعني هو مشهد تمثيلي. اللي خلق من خنق الأطفال مسرحية وكذبة قبل 6 سنوات لا يحق له اليوم أن يذرف دموع ليحصل على مشاهدات لموسم درامي ترويجي على دم عم ينتسى. مو من نفس ضيعته لهذا الكلب الإرهابي؟ كيف ما بتعرفي؟ الأم اللي ودعت فلذة كبدها رح تشوفها كل يوم شريك في القتل عم يتاجر بدم ابنها ويقبض ثمنه. لا حدا يخون دم الشهداء. أم الساروت شو موقفها منك اليوم وأنت عم تشتمه بحجة إنك عم توثق؟ أنت من مين إذنك أساساً؟ عم تهاجم رمز صار جزء من ذاكرة الناس؟ توثيق الثورة ما بيكون بالتعرض على رمز من رموزها ووصفه بهي الطريقة. الكلب الإرهابي. مو من نفس ضيعته لهذا الكلب الإرهابي؟ أي شهيد بالثورة السورية أطهر من أي محاولة تشويه. اليوم الأم اللي عم نشوف المشهد رح تشوف دم ابنها صار مادي لمشهد تمثيل مهان، مادي لسيناريو كتب بأيادي من حاولوا تبرير من صنع هذا الألم عندما صوروا مسلسل سخر من المجازر قبل 6 سنوات تقريبا. ركز لي على اولاد ويسيل. انتوا بتعرفوا كتير منيح، كنتوا تشوفوا وتسمعوا رغم هيك كان مشهدكم ساخر على مجازرنا. انتوا ما خسرتوا اولاد ولا اخوات، ما انتظرتوا خبر من سجن. هذا هو تسليع الدم بالمعنى الحرفي. والتاريخ ما بينسى مين صفق، وما بينسى من عاد ليبيع القصة بعد أن انتهت المجزرة.